أشبه ما تكون بحالة تمرد أمني. عناصر من الحرس الوطني يرفعون شعار ارحل في وجه رؤساء الدولة والحكومة والمجلس التأسيسي. لم يكن بالإمكان دخول الحرس الرئاسي في اشتباك مع زملائهم في الحرس الوطني، فآثر الرؤساء الثلاثة مغادرة المكان قبل بدء مراسيم التأبين. ناب عنهم وزير الداخلية الذي أثنى على جهود عناصر الأمن وحذر من أن خطر الإرهاب محدق بالبلاد. عمل أعوان الحرس والأمن والجيش طيلة العيد، قبل العيد بأيام وطيلة أيام العيد وبعد أيام العيد، إلا إيمانا منهم بأنه ثم إرهاب يتربص وأنه ثم كم مهول من التهديدات تهدد بلادنا. بعيدا عن تونس العاصمة، في مدينة العروسة شمال غرب تونس، خرج الموكب الجنائزي تظلله سحابة من الحزن والأسى. امتزج التهليل فيه والتكبير بشعارات السياسة. وهذا أخونا الذي مات من أجل الوطن. نقابات الأمن حملت جزءا من مسؤولية ما يحدث لما وصفته بحملة إضعاف المؤسسة الأمنية عقب الثورة. المؤسسة الأمنية معناها بعد 14 جانفي معناها كلت ضرب ياسر، كيك سواء من الحقوقيين ولا من السياسيين ولا حتى مجتمع مدني لكونها منظومة أمنية معناها مستبدة نتاع النظام بن علي، في حين اللي ما عرفوش الضريبة اللي خذتها المؤسسة الأمنية من خلالها تفاقمت ظاهرة نتاع تفشي الإرهاب. غير بعيد في جبل التل تتواصل المعركة. هنا حيث يتحصن قرابة 20 مسلحا وفقا لوزارة الداخلية، نزل الجيش بثقله برا وجوا، والمعركة أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين ومصادرة كم من الأسلحة والذخيرة. لا تلقي هذه الأحداث بظلالها على الوضع الأمني فقط، فأثرها على السياسة أكبر وأشد. وكما في المرات السابقة فقد جاءت الأحداث وفقا لقاعدة تقول: كلما وضعت حروب السياسة أوزارها أو كادت، حدث على الأرض ما يعيد الأمور إلى مربع التوتر. محمد البقالي، الجزيرة، قبلات، شمال غرب تونس.